وده خلاها محل احترام لكل قريش. كل سنة وانتم طيبين. زي ما اتكلمنا رمضان اللي فات عن قصص سيدات بيت النبوة وخلصنا زوجات النبي، كمل معاكم رمضان 2025 نفس الكتاب، بس المرة دي هنتكلم عن بنات النبي. النهاردة هنتكلم عن رحلة الصبر والوفاء. بطلة قصتنا النهاردة زينب بنت محمد. ولدت السيدة زينب قبل البعثة بحوالي 10 سنوات، كانت أكبر بناته، وده خلى يكون ليها مكانة مميزة كده في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأت زينب في بيت النبوة على الأخلاق الكريمة اللي كانت موجودة فيه، وتربت على مبادئ الصدق والأمانة اللي غرزتها فيها أمها خديجة. وكانت زينب بتتمتع بجمال هادي وأدب رفيع، وده خلاها محل احترام لكل قريش. وكمان كان ليها شخصية قوية وعقل ناضج، وده خلاها تحل محل والدتها في كتير جدا من الأمور العائلية. وهي صغيرة كانت زينب ليها مكانة قريبة جدا زي ما قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتتابعه بإعجاب وهو بيتعامل ما بين الناس بحكمة وكرم. وكانت شايفة بعينيها ازاي سيدنا محمد بيعامل خديجة بكل الحب والاحترام. ده غرس فيها مفهوم الجواز المبني على المودة والرحمة. أثرت كتير جدا بشخصية والدتها السيدة خديجة، كانت دايما بتشاركها في أعمال المنزل، وتعلمت منها الصبر والحنان والعطاء بدون مقابل. كانت أول واحدة تزوجت من بنات النبي، كانت بتدعم اخواتها جدا، سواء كان دعم نفسي أو دعم عاطفي. بالرغم إن هي كانت صغيرة، إنها كانت بتتحمل المسؤولية بحكمة. كبرت اتجوزت من أبي العاص ابن خالتها هالة بنت خويلد، وهو كان راجل معروف بصدقه وأمانته وحسن خلقه، وأحبها حب شديد جدا. كانت حياتهم في البداية مليانة بالسعادة والاستقرار، لكن مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت التحديات الكبرى. تحولت الحياة الهادية اللي ما فيهاش حاجة لحياة مليئة بالصراعات، صراع ما بين حبها لزوجها ودينها الجديد. مع إعلان النبي دعوته صلى الله عليه وسلم، كانت زينب أول من أسلم وأمنت بيه دون تردد. لكن التحدي الأكبر هنا هو زوجها، رغم حبها ليه إنه ما أطلقش الإسلام ومتمسكا بالكفر. مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، زينب في مكة جنب جوزها عايشة ألم الفراق عن والدها وأخواتها، وفي نفس الوقت ضغوط من قريش بسبب إيمانها. كانت الفترة دي من أصعب الفترات في حياتها، زي ما قلنا إنها كانت ما بين نارين، بين حبها لزوجها ووفائها لدينها. وفي غزوة بدر وقع أبي العاص بن ربيعة في الأسر، وعشان تفتديه السيدة زينب بعتت للنبي صلى الله عليه وسلم قلادة السيدة خديجة. ولما شافها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بشدة، لأنه تذكر زوجته السيدة خديجة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على إتراك سراحه بشرط إن زينب تهاجر إلى المدينة. كان القرار ده بداية جديدة لزينب، إنه ما كانش سهل عليها أبدا. ودعت جوزها وهي مش عارفة أصلا إذا كانت هتشوفه مرة تانية ولا لأ. استعدت السيدة زينب للرحيل، لكن قريش ما سابتهاش بسهولة كده. كان السفر أصلا للمدينة مغامرة كبيرة، وكان عليها كمان إن هي تترك كل ذكرياتها في مكة، المكان اللي نشأت فيه وعاشت فيه مع زوجها. ولما جه الموعد المنتظر، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة للسيدة زينب عشان يصطحبها إلى المدينة. وقالنا ساعتها في مكة اللي هيتعرض لزينب هيكون بيتعرض للنبي نفسه. لكن أثناء خروجها اعترض طريقها واحد اسمه هبار بن الأسود. ده واحد كان من أشد المعادين للإسلام، وضربها برمحه وهي على الجمل عشان يصيبها بجراح شديدة جدا. ووقتها كانت حامل، ولما ضربها وقعت من على الجمل، وكان الاعتداء الوحش عليها ده أدى إلى إجهاضها ونزيف حاد اللي خلى الرحلة تكون صعبة عليها جدا. بالرغم من كل ده زينب ما استسلمتش، وفضلت متمسكة بعزيمتها عشان توصل لوالدها في المدينة. والرحلة استمرت لأيام، كانت زينب فيها بتصارع الخوف والقلق، لكنها كانت كل ما بتفتكر كانت بتلاقي إن العزاء إنها تكون أخيرا جنب والدها وإخواتها. ووصلت زينب للمدينة وهي ضعيفة جسديا، لكن استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بحب وحنان، احتضنها بحنان الأب اللي افتقد بنته لسنين. رغم محنتها كانت دايما تدعو لأبي العاص إن ربنا يجمعها بيه. بالفعل بعد بضعة سنوات يسلم أبي العاص ويجي للمدينة، ويعيشوا سوا زي ما كانوا عايشين في مكة. وللأسف السيدة زينب مرضت مرض شديد بعد كده، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس اللي نستفيدها من قصة السيدة زينب هي الصبر والاحتساب،
لأن السيدة زينب تحملت كتير جدا من الأذى، ولكنها لم تفقد إيمانها وما كانتش بتراجع أبدا عن مبادئها. تاني حاجة هي الوفاء في الحب رغم كل العقبات، فضلت مخلصة في حب زوجها وتدعو للإسلام. نتعلم كمان مكانة البنات عند النبي، ودي أكتر قصة تديلك درس مستفاد، وهو الإيمان بصنع المعجزات. إن القصة انتهت بعودة أبي العاص لزينب ولم شملهم تاني. رحلت زينب لكن سيرتها فضلت خالدة وباقية في قلوب كل المسلمين، تلهم كل من يبحث عن الإيمان الحقيقي والصبر. حياتها كلها مليانة بالمحن، لكن هي واجهتها بقلب صابر ومؤمن. وما زالت قصص النساء العظيمات في الإسلام تحمل لنا دروسا لا تنتهي. واستنونا الحلقة الجاية، هنتكلم عن سيدة تانية من سيدات بيت النبوة، قصة مليانة بالإيمان والقوة والتضحية. ترى مين هي؟ اكتبوا لنا في الكومنت تتوقعوا مين، واستنونا عشان تعرفوا.